السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من توازن الأطفال من وعي الوالدين. أنا نرجس المذنب، واليوم غادي نهضروا على واحد السلاح الفعال ضد الانحراف: التعليم. ولكن التعليم ماشي غير ديال الدراسة والمدرسة، راه كيدخل في كل شيء اللي كنعلموه لولادنا في الحياة. علاش التعليم ضروري؟ كيعطي الشباب المفاتيح باش يفهموا العالم ويخدموا فيه، كيحل لهم الابواب وكيوريهم انهم يقدروا يطمحوا للكبير ويكون عندهم دور فعال. والتعليم حتى هو كيعلمهم يصبروا ويواجهوا الفشل كفرصه جديده للتعلم. نتبعوهم، نسولوهم على دراستهم والمشاريع، الصعوبات، نشجعوا الفضول، نوريهم افلام وثائقيه، كتب، او نديروا نقاشات توسع بالهم. نتمنوا المجهود، نهنيوهم ماشي فقط على النقطة ولكن على الصبر والاجتهاد اللي داروه. مثال: إلا ولدك سقط في امتحان، ماشي تسكتيه، جلسي معاه وتفهمي فين الغلط وكيفاش يقدر يحسن تحضيره المرة الجاية. التعليم هو باب المستقبل، بمساندتنا ولادنا غادي يعرفوا يفتحوا على مصراعيه. شكرا بزاف على المتابعة، نشوفكم قريبا في توازن الأطفال من وعي الوالدين.